حملة إلغاء السيلاوي، حملة إلغاء متابعة السيلاوي اللي هو الفنان الأردني اللي امبارح طلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا التيك توك وكان فاتح بث مباشر. الناس اللي انصدمت لأنه بيقولوا إنه هو حول الديانة من مسلم إلى مسيحي. اللي صار إنه هو بدأ يحكي في الدين وبدأ يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يحكي إنه أو نعت النبي عليه الصلاة والسلام بإنه مدير أعمال الله سبحانه وتعالى، وإنه الصلاة مش لازم أكون أتعلمها من النبي، وإنه ما فيش داعي أصلا لوجود النبي ما بيني وبين ربنا، وإنه الصلاة اللي بنصليها أصلا مش هيك. كثير كلام كان واضح، كمية الجهل حرفيا كان بيجهل جهل حرفيا، مش كان عارف ولا كأنه بحياته ماسك مصحف، ولا كأنه بحياته قارئ قرآن، ولا كأنه في حياته متدبر الآيات الكريمة. تحكوا قل أعوذ برب الناس، أنت فاهم إيش بتحكي؟ أو شو أو قل هاي فاهم كيف تقرأها؟ ما راح تعرف تقرأها، إنك تتعوذ من رب الناس. بتحكوا قل أعوذ برب الناس، أنت فاهم إيش بتحكي؟ أو سامع حتى آيات كريمة. اللي زاد الطين بلة إنه كان بيستشهد بالقرآن الكريم بآيات ويفسرها غلط، وكان كمان بيحكي آيات كريمة وساعات يشغلها عبر التليفون ويحكي للناس اسمعوا وهيك تفسيرها. الموضوع اللي خلى كل محبين وكل جمهوره لما شافوه بهاي الطريقة صاروا يحكوا يا إما إنه هو تحت تأثير مواد مخدرة، أو إنه هو فعلا حدا ارتد عن الإسلام. كيف يا زلمة؟ ما الله خلق النفس ومنها زوجها، تفش يعني ما منها زوجها؟ يعني خلق النفس وطلع منها زوجها اللي هو آدم. فلما الله قال لهم لا تروحوا عند هاي الشجرة فيها شيطان، يعني شيء طي النور، شيء مغطى على النور، فما راح تعرف الخير والشر هناك. راح آدم وحواء هناك، وسوس لهم إبليس، وراحوا هناك وعملوا الرذيلة مع بعض، فإجا بني آدم، يعني الابن والأم عملوا مع بعض. وفي ناس بتقول انه هو تزوج مسيحية وخلاها تسلم وهو من بعديها يرتد ويروح يعمل نفسه مسيحي. إيه الموضوع اللي خلى الناس فعلا ثارت عليه؟ كل صناع المحتوى اليوم بيحكوا عنه، كل الناس بتطالب بمحاسبته محاسبة قانونية من قبل الدولة والأمن الأردني، كل الناس اليوم بتقول انه لازم نعمل حملة إلغاء المتابعة. ولكن في ناس كانت شايفة كمية اليأس والإحباط اللي هو بيحكي فيها. انت ما قرأت، ما تدبرت، ما أولت، ما سألت، ما فكرت، ما سألت كتب تاني. انت بس الو بصير اعمل هيك، اوكي بصير اتجوز 4، بصير. والله لو بدي ادخل في الموضوع هذا راح يزعلوا مني كثير ناس، لكن بدنا. الناس شايفة انه هو اصلا مش هيك. حتى ابن عمه لما طلع وصار يحكي يا جماعة الخير ساعدوه وعالجوه بدل ما تخلوه يروح لجهة تانية اللي هي انهاء حياته. في ناس فعلا شايفة انه هو بيستحق انه ينعطى فرصة، حتى شيوخ الدين، وفي منهم شخص قال انه لازم ينعطى فرصة تانية لانه ربنا سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح. غير انه هو كمان واضح انه جاهل. إن الشخص هذا تقريبا ما كانش قصده انه هو يتطاول بقدر ما كان هو قصده انه يفسر، ولكن الجهل كان هو سيد الموقف. جهله بحكم انه تقريبا بغني، يطلع بحفلات، بيسهر، ما فيش عنده قاعدة دينية يروح يلجأ لها، ما فيش عنده حدا شيخ دين يعني اللي هو يروح له. السؤال مش غلط انك تروح تدور عن حدا يفيدك بالدين، مش غلط، اسمع لشيوخ موثوق فيهم، مش غلط. اللي زاد الطين بلة انه كل الناس اللي بتحبه قلبت عليه، كل الناس اللي عنده من فنزات قلبوا عليه، كل الناس بتحكي انه اليوم هو لا يستحق حتى يكون في عنده مشترك واحد. ابوه اللي زاد المواقع وعمل تغريدة وقال انا بتبرأ منه ومن كل تصريحاته وماليش علاقة فيه. الشخص كان بيحكي عن يعني جهل مفرط، غباء مفرط، يعني شخص كأنه هو فعلا لسه بده يبدأ الدين الإسلامي أو يتعرف عليه، لأنه بيجهل الدين، بيجهل تفاسير الدين، بيجهل حتى الآيات الكريمة وتفسير الآيات الكريمة. عشان انا كل شوي واحد بيجي بيحكي لي الف لام ميم، يا زلمه هاي احرف، هاي مش بس مد، هاي احرف. لما تحكي الف في فاء، وين هاي؟ وينها موجوده؟ ولام وميم، طب ما الله شبكهم، هاي مش صح. تحكوا قل اعوذ برب الناس، انت فاهم ايش بتحكي؟ انت عارف انك تتعوذ من رب الناس؟ انت فاهم شو بتكتب؟ او قل هاي فاهم كيف تقرأ؟ وكمان موضوع انه خلى زوجته المسيحية تعتنق الاسلام، هذا كمان الامر بيشفع له. في ناس اليوم تعاطفت معه، في ناس فعلا قالت لا حرام، احنا رأفة بنفسه، لانه هو واضح انه بيعاني من شرخ نفسي، واضح انه بيعاني من حالة نفسية، واضح انه في اشي مزعله.
وهو قال أنا كل ما بفقد حدا أو بصير عندي مشكلة بجيب العيد. واليوم هو بيعاني من فقدان زوجته اللي هو قال إنها هي رح تعوضه عن حنان الأم. فاليوم حصل الطلاق والانفصال ما بينه وبين زوجته، كمان هذا الموضوع أثر عليه نفسيا، مخليه يتخبط. وواضح انه بيتخبط لانه اللي بيسمع واللي بيشوف كيف بيفسر الايات بيشوف انه هو شخص فعلا بيتخبط، شخص فعلا مش فاهم شو بيحكي، مش واعي للحكي اللي بيحكيه. مش تقولكم انه هو مش واعي يعني عقله رايح، لا هو عقله موجود، ولكن حدا جاهل 100%. ما هو عربي تمام، والمسيحيين واليهود هذول كلياتهم حيروحوا على النار، صح؟ انت بتعرفش الجنة يا زلمة، انت ما ورثتها يا زلمة. الله حكى اني جاعل في الارض خليفة. ادم، انت ادم، انت احسن من ادم، يعني انت احسن من اللي الله بيحكيه. سيبنا منك يا زلمة، انت ما بتعرف اشي، جاهل. فسكرنا هذا الموضوع الاول. ما عنده أي ثقافة في الدين، ما عنده أي حتى اطلاع على أمور ديننا، ما عنده حتى تفاسير للآيات الكريمة نهائيا. ألف لام ميم قال عنها إنها هي ألم، وحكى عن الذات الإلهية كلام لا يستحق أنه ينحكى بهاي الطريقة. وكمان نعت النبي إنه هو بمدير أعمال الله سبحانه وتعالى، اللي مش لازم أصلا يكون ما بيننا وبين ربنا النبي، ولا هو اللي يعرفنا عن الديانة الإسلامية. واضح انه بيتخبط، واضح انه مش فاهم، واضح انه جاهل، واضح انه فعلا تراكمات نفسية اللي بيعاني منها. اقرب ما يكون انه هو مريض نفسي او بيعاني من حالة نفسية مؤقتة، الله اعلم به. الله يصلح حاله، الله يرأف فيه. ما بنقول الا الله يصلح حاله ويهديه. انت كافر، انت مرتد، انت ابسط. نعم، نعم يا زلمة، انت بتعرفش اشي يا زلمة، انت بتعرفش كيف ايش التفاحة تقول لي اكلوه؟ ها، تفاحة ثمرة؟ طب ما هي تفاحة مليان في العالم. شو الثمرة اللي اكلها ادم؟ ما بتعرف مين اجى اول، ادم ولا حواء؟ بتقول لي لا ادم. كيف يا زلمة؟ ما الله خلق النفس ومنها زوجها، تفشي يعني ومنها زوجها. وزي ما قال الشيخ اللي طلع اللي هو الشيخ جابر، قال باب التوبة لسه مفتوح ولسه قدامك انك تصلح. طالما فيك نفس تصلح من اللي انت عملته، لانه اللي انت عملته محدش مسلم بالدنيا بيعمله. فاجعة حقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عمله السلاوي امبارح. فبنتمنى انه الله يهديك وان شاء الله ترجع لصوابك، ترجع للديانة الاسلامية وانت لسه فيها، ولكن اللي حصل امبارح يستحق التوبة، يستحق انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. بتمنى انه الله يهديه، الله يهديه، الله يهديه. وشكرا لكل حدا دخل على الفيديو، شكرا لكل حدا شاف الفيديو، شكرا لكل حدا شير الفيديو، عمل لايك، عمل تعليق. شكرا لكم. هذا هو الترند اللي كان طالع اليوم وامبارح على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عامل ضجة فوق ما تتخيلوا. شكرا لكل حدا دخل عندي على القناة وعمل اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة سعيدة للجميع.